مرحبا بكم في فيديونا الجديد الذي يسلط الضوء على أغنى 10 أشخاص في العالم لعام 2024 ومصدر ثروتهم. يتصدر هؤلاء الأشخاص اللائحة العالمية للثراء بأرصدة ضخمة تجاوزت حدود التصور، فهم يمثلون رواد الأعمال والمستثمرين الذين استطاعوا بناء إمبراطورياتهم المالية بنجاح. سنستكشف معا قصص نجاحهم وكيف وصلوا إلى مكانتهم الحالية في عالم الثراء والأعمال. فلنتابع معا هذا الفيديو لاكتشاف أسرار النجاح والثراء لأغنى 10 أشخاص في العالم. نود التأكيد على أهمية دعمكم لنا عبر الاشتراك في قناتنا ملخص الحكاية للحصول على المزيد من الفيديوهات المثيرة والمفيدة، كما ندعوكم للإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم وعائلتكم. والآن دعونا نبدأ بالكشف عن قائمتنا لأغنى الأثرياء في العالم ونتعرف على ترتيبهم وثرواتهم الضخمة. نبدأ بالمرتبة العاشرة، حيث يأتي ستيفن أنتوني بالمر ستيف بالمر بثروة تقدر ب 112 مليار دولار. ستيفن أنتوني بالمر هو رجل أعمال ومستثمر أمريكي، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت من عام 2000 إلى عام 2014، وهو مالك فريق لوس أنجلوس كليبرز التابع للاتحاد الوطني لكرة السلة NBA، وهو أحد مؤسسي مجموعة بالمر، وهي شركة استثمارية خيرية. في المرتبة التاسعة نجد سيرجي برين الذي يمتلك ثروة تقدر ب 112 مليار دولار. مصدر ثروة سيرجي برين المؤسس المشارك لشركة جوجل يعود إلى استثماره في مجال تقنية المعلومات والإنترنت. بعد تأسيس جوجل مع لاري بيج وتأكيد نجاح الشركة، ارتفعت ثروته بشكل كبير من خلال حصصه في الشركة. على المرتبة الثانية يأتي لاري بيج بثروة تقدر ب 117 مليار دولار. مصدر ثروة لاري بيج المؤسس المشارك لشركة جوجل يعود في الأساس إلى نجاح شركة جوجل نفسها. بدأ بيج وسيرجي برين مشروع جوجل كمحرك بحث في العام 1999، وتحولت الشركة لاحقاً إلى واحدة من أكبر الشركات التقنية في العالم. ثروته تأتي من حصصه الكبيرة في جوجل، وكذلك من استثماراته الناجحة في العديد من الشركات التكنولوجية والابتكارات العالمية الأخرى. وفي المرتبة السابعة نجد وارن بافيت الذي يمتلك ثروة تقدر ب 119 مليار دولار. مصدر ثروة وارن الملقبة بأوراق القيمة هو الاستثمار الناجح والذكاء المالي. يتمثل هذا في استثماره في شركات مختلفة والاستفادة من الفرص في سوق الأوراق المالية. يمتلك شركة بيركشير هاثاواي التي تدير محفظة استثمارية ضخمة تشمل شركات في مجموعة واسعة من الصناعات مثل التأمين والطاقة والصناعات الاستهلاكية. تعتمد ثروته بشكل كبير على نجاحات استثماراته وإدارته المالية المتميزة. الآن نأتي إلى المرتبة السادسة، حيث يأتي بيل غيتس بثروة تقدر ب 120 مليار دولار. مصدر ثروته المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت يعود بشكل رئيسي إلى نجاحات شركته ودورها البارز في صناعة التكنولوجيا والبرمجيات. بدأ غيتس وشريكه بول ألين شركة مايكروسوفت في أوائل الثمانينات، وتمكنوا من بناء إمبراطورية تقنية تشمل أنظمة التشغيل والبرمجيات الشهيرة مثل ويندوز وأوفيس. ثروته تأتي أيضاً من استثماراته الناجحة في مختلف الشركات التكنولوجية والابتكارات العالمية. يشار أيضاً إلى نشاطه الخيري والتبرعات الضخمة التي يقدمها للأعمال الخيرية والتنمية. على المرتبة الخامسة نجد مارك زوكربيرغ الذي يمتلك ثروة تقدر ب 125 مليار دولار. مارك زوكربيرغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك يعتبر مصدر ثروته الرئيسي هو حصته في شركة فيسبوك. تقدر ثروته الشخصية بالمليارات من الدولارات نتيجة نجاح فيسبوك كواحد من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، والتي تم تقييمها بمئات المليارات من الدولارات. بالإضافة إلى ذلك يعتبر لديه استثمارات في شركات تكنولوجية أخرى تسهم في زيادة ثروته. وفي المرتبة الرابعة يأتي لاري إليسون بثروة تقدر ب 135 مليار دولار. لاري إليسون هو مؤسس شركة أوراكل، وهو يعتبر مصدر ثروته الرئيسي. تأسست أوراكل في عام 1977، وهي تختص في تطوير حلول برمجية لقواعد البيانات والأنظمة البرمجية للشركات والمؤسسات. من خلال نجاح أوراكل وتوسعها الهائل على مدار السنوات، زادت ثروة إليسون بشكل كبير. والآن نتجه إلى المرتبة الثالثة،
حيث يأتي جيف بيزوس بثروة تقدر ب 174 مليار دولار، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون، هو أمازون نفسها. أسس بيزوس أمازون في عام 1994 كمتجر إلكتروني لبيع الكتب عبر الإنترنت، ومنذ ذلك الحين نمت الشركة بشكل هائل لتصبح واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية وخدمات السحابة في العالم. توسعت خدمات أمازون لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وخدمات الويب والأجهزة الذكية والترفيه والخدمات المالية، مما جعلها تحقق إيرادات هائلة. وفقاً لتصنيفات فوربس للأثرياء، فإن بيزوس يعد واحداً من أغنى الأشخاص في العالم بفضل نجاح أمازون. في المرتبة الثانية يأتي برنارد أرنو وعائلته، الذي يمتلك ثروة تقدر ب 197 مليار دولار. مصدر ثروة برنارد أرنو وعائلته يعود بشكل رئيسي إلى مجموعة شركات LVMH، مويت هنيسي، لويس فويتون. برنارد أرنو هو رئيس مجلس إدارة LVMH، وهي مجموعة فرنسية عالمية تختص في مجالات الأزياء والعطور والمجوهرات والمشروبات الفاخرة والساعات وغيرها. تضم مجموعة LVMH علامات مثل لويس فويتون وكريستيان ديور ومويت شاندون وغيرها الكثير. وقد وضعت LVMH كواحدة من أكبر وأنجح الشركات في صناعة الفاخرة والأزياء على مستوى العالم. وأخيراً، في المرتبة الأولى نجد إيلون ماسك بثروة تقدر ب 251 مليار دولار. مصدر ثروة إيلون ماسك: مؤسس ورئيس تنفيذي لشركات مثل تسلا وسبيس إكس ونيورالينك وذا بورينغ كومباني. يعود بشكل رئيسي إلى نجاح هذه الشركات التكنولوجية المبتكرة. تسلا تعمل في مجال السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وسبيس إكس تختص برحلات الفضاء والتكنولوجيا الفضائية، ونيورالينك تعمل في مجال الذكاء الصناعي وتطوير التقنيات الطبية. The Boring Company تركز على مشاريع الحفر والنقل السريع. ساهم في زيادة ثروة إيلون ماسك بشكل كبير، حيث تقدر ثروته بالمليارات من الدولارات، ويعتبر واحداً من أغنى الأشخاص في العالم. هذه كانت قائمتنا لأغنى 10 أشخاص في العالم، وتظهر الأرقام المذهلة كيف تمكنوا من بناء ثرواتهم من مصادر متنوعة. نأمل أن يكون هذا الفيديو مفيداً وشيقاً لكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم ملخص الحكاية مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكراً لمتابعتكم. أحمد شفيق.